سنتكلم عن مباراة الزمالك والتراس جيبوتي في دور ال 32 في مباراة العودة من الكونفدرالية الأفريقية، وعن ستجمع مباراة نارية بين صاحب الأرض نادي الزمالك والتراس اللي فاز بهدفين في جيبوتي. سنتكلم عن موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة للمباراة، والماتش هيتلعب على استاد ايه. كل ده بس يا ريت تشترك في القناه وتدوس على الاشتراك باللون الاحمر وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، ويا ريت تحط لايك للفيديو. كل اللي يتفرج يحط لايك للفيديو، ونخش في الموضوع على طول. يأتي نادي الزمالك بالتعادل في مباراة المقاولون العرب في آخر دقيقة، بالتعادل بضربة موجعة مؤلمة في آخر دقيقة. ودوت يعني كان جماهير الزمالك حزنانة، ما تحزنوش، إن شاء الله هيعوضوكم ويفرحوكم. أما عن نتيجة مباراة الذهاب بين نادي الزمالك والتراس الجيبوتي، انتهت بفوز التراس بهدفين مقابل لا شيء. ويدخل نادي الزمالك من أجل إسعاد جمهوره وحصد والصعود للدور المقبل. ويدخل نادي التراس للحفاظ على فوزه التاريخي، اللي ممكن لو صعد يبقى دوت أول مرة يصعد للدور دوت، عشان على طول المقاولين كسبوا كذا وفريق مصري كسبوا قبل كده. أما عن القنوات الناقلة لهذا اللقاء، هي الملك الحصري لدور الكونفدرالية التمهيدي في دايما هو اون تايم سبورتس الملك الحصري. وستنطلق المباراة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية وقطر والإمارات ومصر. والمباراة ستكون يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، 30/9/2023. ليه احنا اطلقنا على المباراة دي مباراة حياة او موت او مواجهة نارية؟ اقول لك عشان احنا مش بنأفور ولا حاجة، بس عشان لازم نادي الزمالك يكسب في المباراة دي حياة او موت، عشان يفرح جماهيره، لان عيب قوي لما يطلع من دور زي ده. بس يا ريت تصلي على النبي بمناسبة المولد النبوي الشريف، ويكرمك ربنا ويرزقك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.